النهاردة هكلمكم على مكان مهم جدا أغلبنا ما بناخدش بالنا بيه، واستراحة الملك فاروق بالأهرامات. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. استراحة الملك فاروق بالأهرامات، الاستراحة دي كانت في الأصل كان كشك للخديوي إسماعيل. أما جه الملك فاروق عمل استراحة، بدأ فيه في البناء في أواخر 1942 وانتهى منه 1946، وده كان تحت إشراف المهندس مصطفى فهمي باشا، واتكلف البناء نفسه 40,000 جنيه، والأساس اللي كان موجود فيه حوالي 30,000 جنيه. مساحة المكان كانت 3600 متر مربع. لو بصينا على المكان من بره هنلاقي طبعا ان المبنى نفسه هو المبنى مبني على شكل الطراز المصري القديم، ولو بصينا هنلاقي ان طبعا في سور بيحيط من الجهة المطلة على الوادي، لكن باقي الجهات كلها فاضية ما عندهاش سور، وده منهم بيدخلك للمدخل الرئيسي اللي هنلاقي عليه تمثالين. طبعا تمثالين دول تقليد مش حقيقيين للملك تحتمس الثالث، وهنجد الواجهة فوق اسم الملك فاروق داخل خرطوش ملكي، باعتباره هو ملك فهو موجود داخل الخرطوش الملكي، التشبه بالملوك المصريين. ولو بصينا اكتر على اسم الملك فاروق في كذا حته هنلاقي ان اسم الملك فاروق كان لما بيبقى داخل الخرطوش الملكي اسمه مكتوب، وبنلاقي دايما مكتوب محطوط التاج المزدوج. يعني ايه محطوط التاج المزدوج؟ يعني تاج مملكه الشمال ومملكه الجنوب، يعني رمز توحيد الدوله المصريه، يعني هو موحد للارضين بالفكر ده اللي عايز يوصله. وهنلاقي دايما بيتصور مع رمز مملكة الشمال أو التاج الأبيض والتاج الأحمر. عايزة أقول طبعا طبعا من ضمن الألقاب اللي كان بياخدها الملك المصري اللقب النبطي، أي المنتمي لربة مملكة الشمال ومملكة الجنوب. فهو فكر الملك فاروق هو تشبيه بالملوك المصريين. لو دخلنا جوه هنلاقي طبعا إن الأرض بتاعة المكان كلها معمولة من الرخام. هنجد إن أغلب المناظر اللي موجودة في الاستراحة مناظر للصيد. ليه؟ لأن المنطقة اللي هي المنف أيام الحضارة المصرية كان من ضمن ما يغلب عليها في الوقت ده من ضمن حاجات اللي هي الصيد، وخاصة الملوك كانوا بيصطادوا. وخير دليل على كده عندنا قصة طبعا الملك تحتمس الرابع في لوحة الحلم، ومن ضمنها من ضمن الأحداث اللي هو كان بيصطاد في منطقة الجيزة. فهنا الملك طبعا صور في الاستراحة بتاعته مناظر الصيد، وأشهر منظر موجود هو الملك رمسيس الثاني وهو بيصطاد. هنجد طبعا إن الزخارف اللي موجودة حياة الكبرى أو الكبرى والنسر والكبرى رمز مملكة الشمال ومملكة الجنوب. وهنلاقي إن المبنى بيتكون من دورين. الدور الأرضي بيبقى فيه الاستقبال وكده، والدور اللي فوق ده بيبقى فيه بقى غرفة المكتب للملك فاروق، غرفة النوم أو غرفة خاصة بالنوم ليه، الحمام، وهكذا. ونجد طبعا إن أغلب الحاجات اللي كانت موجودة على شكل طبعا الطراز المصري القديم. الاستراحة دي طبعا أيام الملك كانت استراحة ليه موجودة. لما طبعا تنحى الملك عن مملكة الدولة المصرية اتقلب المكان ده مطعم. بعد كده مع مرور الوقت المكان اتقفل وأهمل تماما، بقى مفهوش أي شيء يعني، أو بقى ملوش أي إقبال بشكل كبير جدا. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم، آرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.